شجرة الكريسماس في البيت هيكون معانا عود فرع شجرة، ويكون معانا فبر زي ما حضراتكم شايفين، وهنحاول نثبت الفبر، جزء من الفبر في الكرتونة. تمام كده هنثبته كويس، وبعدين هنحاول نوسطن في الوسط بالظبط، نعمل فتحة صغيرة علشان ننزل نوقف عليها فرع الشجرة. تمام، ده فرع شجرة حقيقي بس هو منزوع من أوراقه. تمام كده، وهنثبت فرع الشجرة من تحت كده بالفل، وبعدين هنركب الجزء التاني للفل. تمام كده بالشمع، وبعدين هحاول هنكسيها بالخيش علشان تدينا المنظر الطبيعي، نعمل أرضية للشجرة. تمام، هنثبتها كويس جدا بالشمع. تمام. تمام. هنبدأ بقى نعمل المثلثات. المثلثات زي ما حضراتكم شايفين كده بالمقاس، القاعدة طولها 8 سنتي والارتفاع طوله 10 سنتي. هعمله باللون الأخضر، ونازل منه متدلي الورود الايه الحمراء. طبعا هلفها على الصابع زي ما حضرتك شايفين كده. هنعمل الورود الحمراء. تمام كده، هتربطيها كويس وهتنقص من جهة واحدة. دي الدلاية اللي هتنزل من المثلثات. تمام، هتلفيها كويس. تمام، وهتتربط كويس. وادي الجزء الاول من الدلاية. تمام كده، هنبدأ بقى نعمل الفرع الاخضر. تمام، تثبت، هنثبتها الاول بالشمع. هنبدأ بقى نعمل الفرع الاخضر. طبعا لازم من اول حاجة انزل دي، هتلاقوني فكيت الجزئية ديت. هبدأ اول حاجة هنزل كده حبل اخضر، ده الحبل اللي هنربطه بالشجرة. وبعدين هبدأ الف الخيط حوالين المثلث، هلفه كل خيط جنب التاني والزق بالشمع. تمام كده، اهم حاجة وانت بتلزقي الشمع ما يكونش ظاهر معاكي بره الخيط، وهتلفيه كويس. هنكسي المثلث بالخيط الاخضر. تمام، هعمل كمية حلوة من المثلث، ومعاه الدلاية الحمراء. تمام كده، هتلفيه كويس جدا. تمام، احنا كده خلصنا اول جزئية. هعمل حوالي 15 قطعة بالطريقة ديت. هوريك واحدة تانية. تمام كده، انا كده خلصت اول واحدة. هوريكم كمان واحدة. وزي ما انتوا عارفين قلنا القاعدة تبقى 8 سنتي والارتفاع حوالي 10 سنتي ارتفاع المثلث. تمام، عملت اول واحدة كده. هنبدأ في تاني واحدة. تمام كده، وبرضو هربطه ربطة كويس جدا من النص. تمام، واهم حاجة تسيبي جزء من الخيط علشان نقدر نثبته على المثلث. تمام، وتجيبي فتلة تانية وتربطي بداية الزهرة. تمام كده، وهتثبتيه على المثلث. هتسويه كويس جدا وهتثبتيه على المثلث. هتثبتي فتلة من فوق الفتلة الخضراء، ومن تحت الوردة الحمراء. تمام كده، وهنبدأ بقى بالخيط نلف الخيط على المثلث. تمام كده، هتلفيه كويس جدا. هتعملي حوالي 20 قطعة من المثلث، وهيتلفوا بنفس الطريقة. تمام، هي الفكرة بسيطة بحيث ان احنا نعمل شجرة الكريسماس لأولادنا في البيت.
نعملها، يعملوها معاكم، يبقى احنا ايه انتجنا شجرة الكريسماس في البيت بالخيوط وبإعادة تدوير الخامات. تمام. تمام، هتلفيها كويس جدا. بوريكي كده ايه دي كده تاني واحدة علشان تشوفي طريقة الايه الفينش بتاعها كويس جدا. تمام كده انا خلصتها. خلصنا كده مجموعة الدليات. هنبدأ بقى ايه نعمل وردات صغيرة من اللون الأخضر الفاتح. تمام. وهنعمل ورود كبيرة من اللون الأخضر. تمام كده بنظبط الوردة. تمام، شايفين عملنا كمية حلوة. وفي نفس الوقت هنعمل على طلقة أو على 3 صوابع هعمل وردة من الخيط الأخضر. تمام كده، وهتربطيها كويس بالنص، وبعدين تبداي تفتحي جوانب الوردة بالخيط، ويكون معاكي وردة. دي اللي هتبقى فرع الشجر. تمام، عملت كمية. وفي نفس الوقت هعمل منها وردات حجم أصغر على الصوابع الاتنين، حجم أصغر، وهتربطيها كويس جدا وهنفتحها. تمام كده من الجوانب. خلاص كده خلصت انا كميه الورد بتاعتي. الشجره بتاعتي بقى هبدا ايه الزق عليها الورد الاخضر. تمام كده. ومش تنسوا بقى ايه الشجره ديت لازم كل اللي في البيت يشتركوا معاكوا مع الشجره عشان يفرحوا الاولاد برأس السنه. تمام، ادي الشجره. هنبدا بقى ايه نثبت الورود الخضراء على الشجره دي. شجرة فرع شجرة طبيعي، بس احنا ايه متشال منه الايه الاوراق. تمام، هنثبت بقى ايه كل الورود الخضراء زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده. هنثبت على كل الجذور اللي هي السميكة شوية، اما الجذور الرفيعة ديت مش هنعرف هنثبت عليها الورد الاخضر الفاتح. تمام كده. هنثبت كل ورد بالشمع. هنبدأ بقى ايه بتثبيت الورد الاخضر الصغير على الجذع الصغير. تمام كده. كلها حاجات بسيطة. هنبدأ نوزعه على الأفرع الصغيرة وتنسقيه بطريقة جميلة جدا. ومش ننسى بقى أهم حاجة الأطفال في البيت يساعدونا في تنسيق شجرة الكريسماس. أيوة كده تمام. خلاص كده خلصنا كمية الورد بتاعنا الصغير. هنبدأ بقى ايه نعمل شايفين هنبدأ نعمل برضو ورود صفرة. احنا هنا بقى ايه بنربط الدلايات اللي فيها الورود الحمراء المثلث، هنوزعها على الشجرة بالشكل اللي حضراتكم شايفين. تمام كده. شايفين الشجرة
اهم حاجة نفرح كل اطفالنا اللي في البيت وهم بيعملوا معاكي شجرة الكريسماس. تمام كده. هنبدأ بقى نعمل ورود صفرة. تمام. وهنربطها بالنص كويس جدا، وهبدأ اقصقصها من الجوانب. هعمل حوالي 6 وردات منها. تمام كده. تمام. هثبتها كده بقى في الشجرة. تمام. هنثبتها. هتدي برضو هتنور الشجرة. تمام كده. هنبدأ بقى ايه نثبت ايه في أرضية الشجرة الزلط الطبيعي بتاعنا. دي أرضية الشجرة. تمام. هنثبتها كويس جدا. تمام. ثبتنا كده الزلط. هنعمل أرضية كده للشجرة. تمام. عشان تبقى شجرة طبيعية. تمام. ونبدأ بقى نحط بقى ايه هدايا الأولاد. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين، ونعلق عليها الأنوار. هنعلق بقى الأنوار اللي على شجرة الكريسماس. كل عام وحضراتكم بألف خير. شجرة الكريسماس سهلة جدا وبسيطة. عملناها مع أطفالنا في البيت. مش تنسوا بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب.